هنا من ملعب المدينة التعليمية، هنا في حضور الأنصار والجماهير، المغرب وعمان برسم الجولة الثانية لكأس العرب لكرة القدم هنا في قطر. هذه هي خيارات المدرب البرتغالي، فات تقريبا نفس التركيبة مع تعزيز الفرقة المغربية بنجوم الدوريات الخليجية. ترجع الكرة، منتخب المغرب يدخل القمة ب3 نقاط من فوز أول صريح على منتخب جزر القمر، المنتخب بطولة العالم مع وهبي إلى طارق السكتيوي والشان. المغاربة نجحوا بالخيارات المحلية. يمتلك أيضا الشيبي الظهير الأيمن، يمكن بعد حكيمي يأتي هو كأفضل ظهير أيمن في القارة العالم 2018 في قيادة إيران، ثم المواجهة الإفريقية في الكان بقيادة المنتخب المصري. ترجع الكرة داري من الأخطاء، تمشي كرة ملعوبة طويلة، ترجع بضربة راس. عمان والمحاولة، عمان والانطلاق، ولكن الدفاع في وسط الملعب ضغط على منتصف الكرة، والكرة عمانية خطيرة. التسديدة الأولى ضربة مرمى للحارس الودادي مادي بن عبيد. المدرسة ممكن الأولى في المغرب على مستوى ساسة وسط الميدان، ريتم سريع، بطولة ممتعة ومثيرة، كل المباريات كانت قمم. والكرة بالانطلاق العرضية وفرصة مغربية، مرت الأولى وجت الثانية، والدفاع العماني بالمنتخب الأول يعاني. فواز رقم 10 جميل الأحمدي، خطيرة المحاولة في بداياتها لعمان، انطلاقة ولكن طويلة بعيدة. جزائرية، وبين الثنايا حققت المغرب تتويج 2012 في السعودية في الفاينل على ليبيا. بداية قوية من المنتخب المغربي، وهنا شوية بعيدة، ضربة مرمى وبداية الثاني. ترجع كرة ملعوبة طويلة، الاستحواذ مغربي، المغرب والإصرار على ينال أمور اليوم، والتأكيد بهدف 1-0. ضاعت من الوسود، ضاعت الكرة من وليد، أهداف الكرتي في الذاكرة، ووليد يسدد والكرة إلى الركنية. لعب السابق لنادي الوراف، تلعب الكرة مغربية عن طريق بلوكسوت، ثم حمد الله، يمشي الكابيتانو بلوكسوت، يلعب كرة ممتازة، يراوغ، يسر على المرور، يغطي الدفاع العماني، يرجع بلوكسوت من لا روح، انطلاقة ومهارة، عرضية ورأسية، والدفاع العماني وصل. ضغط واضح، سيطرة في البدايات، هو الكرة للحارس بن عبيد. المنتخب المغربي على الصعيد العربي قصة نجاح، فاز بذهبية بانتظار السعودي ضد القمري، ضد جزر القمر الكمار في الليل في بي سبورتس. هنا الانطلاق، يمشي حمد الله، حاول يغطي بدنه ويرتكب خطأ بصافرة خوان كاب. استحواذ بدون خطورة من المنتخب المغربي لحد الآن، والكرة تمشي. كريم يحاول بركاوي، كريم حاول التوزيع ويجيب ركنية. في هذه البطولة من الكرة الثابتة، تمشي كرة خطيرة للأسود، وترجع ركنية الثالثة، ثانية تواليا والثالثة لمنتخب المغرب. كان أيضا عندهم قبل بن مبارك يلعب في فرنسا وفي اسبانيا الليغا، وهنا كرة خطيرة ويتصدى الدفاع. أول فريق عربي مر للدور الثاني، مكسيك 86، ليالي لا تنسى، وذكريات الانتظار وذكريات الزاكي ومصطفى البياس، خليفة لمريس، خيري من كريمو، فنان بودربالة، السحار التيمومي، تلك أيام والحداوي. وصلت لمنتخب السلطنة، كرة في النصف، بداية كرة يوسف المالكي، يوسف المالكي، كرة ناقصة مقطوعة، الآن خطيرة جدا، يهرب حمد الله، الجول يدور حمد الله، والحارس إبراهيم المخيلي، إبراهيم المخيلي يوقف الجول. كانت كرة 1-0، هنا فتت اللاعب المغربي يعمل اقتطاع كرة على ريتشاردسون نجم المنتخب الفرنسي لكرة اليد، رقم 10. التنفيذ مغربي، خطيرة بالراس، هو الكرة للحارس برا اوت. نعم، ضربة مرمى، ضربة مرمى.
هذه هي الكرة وهذه هي صورة المواجهة هنا في الدوحة بين عمان وبين المغرب. والسؤال: من يسجل الهدف الأول في مواجهات عمان والمغرب؟ مفاجأة القمة العمانية المغربية هنا في المدينة التعليمية. ترجع لمنتخب عمان، خطيرة الكرة والهربة. الصبحي يخطر مهاجم واصعب مهاجم على الدفاعات المغربية. على 6 بتوقيت مكة المكرمة، داروا استوديو الخاص بقرعة كأس العالم ومازالوا ساعتين على القرعة. بينما عصام يلعب كرة خطيرة لمنتخب عمان. العماني بدأ يطمع والكرة تمشي من قميص رقم 14 يوسف المالكي. التحضير لحارب، يلعب القائد السعدي، كرة بعيدة للتماس. منتخب العمان وترجع الكرة مغربية. تمهيد وتحضير، سحسوح وصلت الكرة، بولقصوت يوسع كرة خطيرة بالراس ولكن برا اوت. المنتخب المغربي يحاول عن طريق كريم البركاوي. المنتخب المغربي قاس صعوبات كبيرة على الصعيد الهجومي بيا استثناء مهدي فاريا البرازيلي والدور الثاني في كأس العالم 86. ايضا ايرفي رونار. فماش نتائج كبيرة، فانه الكرة المغربية نجحت اساسا في تاريخها بالمحلي والهدف الاول مغربي، ولكن يتصدى ابراهيم. الكرة الثانية من الوصول. الحوار متواصل، ثنائية المواجهة بين حمد الله وبين ابراهيم، ونتيجة 2-0 للمخيني. حمد الله ترجع كرة مغربية، فرصة لهز الشباك وفي خطأ. فاول يستفيد منه حارس عمان ابراهيم المخيني. المغرب تعيش هذه الايام فقط على نبض قبل الوصول. هل تكون اللحظات الاخيره؟ كرة هدف بالراس خطيره ملعوبه ورجعت من المكان وسط الميدان. حريمات سعدان، كرة في الوسط، سعدان حلوة الباس ممتازة. وليد يلعب الكرة بالقصود، كرة من بالقصود للمنتخب المغربي. وليد طويلة وبعيدة. الحكم يمشي أكثر من 3 دقائق. هل تكون عنوان الهدف الأول؟ محاولة تسديدة، كرة ضعيفة، لا هي بالتوزيعة ولا هي بالتسديدة من حمزة موساوي. ليطلق الحكم خوان جابرييل بيريتيز صافرة انهاء فعاليات الشوط الأول هنا في الدوحة لكأس العرب. لكرة عرضية، أرقام الشوط الأول بأفضلية المنتخب المغربي بوضوح. 6 على كورتين من القناص عبد الرزاق حمد الله. كيقتيل لاعب في الشوط الثاني. الشوط الثاني يبدأ على هجمة وركنية مغربية، كرة ثابتة للمنتخب المغربي ويخرج المخيني. حارس صعبة ما زالت ولكن ضاعت، والحكم يقول فاول للحارس العماني. ابراهيم المخيني، مصعب الشخصي، ثاني الرشيدي، احمد الخميسي، يوسف المالكي، عبد الله فواز، جميل اليحمدي، مصعب المعمري، حارب السعدي، ناصر الرواحي وعصام الصبحي. تشكيلة المنتخب المغربي: مادي بن عبيد، بوفتيني على ركوب العربة الأولى من أجل ضمان التأهل لدور الثمانية. الآن ما تحكيش على أداء وفنيات، الآن تحكي على نقاط. الآن تجمع في النقاط باش تتأهل. هذه حسابات كل منتخب مشترك في البطولة. ترجع الكرة للمنتخب العماني. عمان يلعب على المباغتة وفي خطأ، في فاول. نعم، في خطأ واضح ضد الدفاع ضد حمزة موساوي. خطأ تكتيكي أيضا أراه، كان مفروض من حمزة لأن المهاجم العماني هرب. شوف حطه في ظهره عصام الصبحي. يبقى الأخطر في عمان ويبقى الأرجح في عمان. الكرة للمنتخب العماني، كرة ثابتة سلاح وعنوان. يمشي كرة خطيرة والحارس ركنية. أول تسديدة على المرمى من عمان، وأول محاولة جريئة من عمان، وأول ركنية ستكون لمنتخب عمان. يتصدى بن عبيد لكرة رقم، وإلى الكرة من المالكي.
في الظهر، حذاري في الدفاع، ممكن يا عماني، والكرة للركنية الثانية. عمان في أول الشوط الثاني تحت عنوان وهي اللعبة في الشوط الثاني، ونحكي التسديدة بعيدة. زيد نشوف شوية ولا خليني نسبق فيما سأقول. لحتى المنتخب المغربي في الشوط الثاني كأنه ترجع كرة طويلة في وسط الملعب للمنتخب المغربي. كرة ترجع لعمان، فمش خطأ. المنتخب العماني بادي بقوة في الشوط الثاني، وفي فاول للوسط أو لا، الحكم يقول ما فماش فاول. احتجاج من سفيان بوفتيني. ترجع كرة للمنتخب المغربي من انضباطهم، من انكماشهم، من خطوط الثلاثة قريب البعض. حسابات أيضا تكتيكية قد تطغى. سنشاهد كيف سيكون خيار كارلوس كيروش والطارق السكتيوي والتعامل مع هذه الوضعيات. ورقة حمراء، ورقة حمراء على القائد حمد الله. لقطة تقلب أطوار المباراة. الكابتن عبد الرزاق حمد الله، وإيقاف دقيقة 8 من الشوط الثاني. شوفوا في آثار دم، إن شاء الله لاباس بالنسبة للاعب العماني. الحقيقة باغتتني في المباشر، أحتاج إلى أن أراها في الإعادة. هذه هي بالرجل، مقصودة مش مقصودة، كيف ستكيف؟ لعب خطير خشن أكيد. 30 عبد العزيز المقبالي، 34 جول، وفوزي بشير 30 هدف. هذه قائمة الهدافين الكبار في المنتخب العماني. كرة الرشيدي لخميسي، كرة فواز ممتازة لمنتخب عمان. ناصر الرواحي يرجع بالكرة للأحمر، الخنجر العماني يتقدم عن طريق عبد الله فواز. كرة طويلة خطيرة لو توصل، ولكن هربت على أحمد الخميسي. يحاول منتخب النسخة الأخيرة في قطر أيضا، وكانوا بلغوا الربع نهائي. ترجع الكرة على القائم الثاني، والحارس إبراهيم المخيني. أمامك الصورة والرقم 65 35، ولكن الكرة أجوال يمشي من مهدي بن عبيد. كرة لمنتخب المغرب في وسط الميدان، يلعب كرة في النصف. المرتدة الآن كونتر اتاك، والهربة والدفاع، ويرجع المدافع العماني. يرجع المدافع ثاني الرشيدي. كرة ستعود من الرشيدي. نصف ساعة لنهاية المباراة، ما زال برشا الآن ساعة وشوية بالضبط، ساعة وبضعة دقائق لانطلاقة القرعة. 7 منتخبات عربية معنية بالمونديال، وثامنهم بالانتظار. والكرة بعيدة، جانبين. عبد الله فواز، جميل الأحمدي، الاحتفاظ بالكرة جميل. محاولة إيجاد ثغرة، يلعب الكرة مع القائد حارب السعدي. حارب يفتح على اليمين، محاولة الوصول. أحمد الخميسي وسع الكرة، ولكن الدفاع موجود. والتماس لعمان من عبد الله فواز. ناصر تفادي الركنية من الدفاع المغربي، ولكن تبقى بأفضلية عمانية في مسك الكرة والتوزيع. دفاع المغرب يعاني والضغط عماني. ترجع الكرة لمنتخب عمان. التوزيع الآن في منطقة الجزاء، خطيرة الكرة منتخب العماني. مراوغة وتمهيد وتحضير وتوزيع. كرة صعبة، كرة بالراس، أقرب كرة عمانية، ولكن يتصدى الدفاع المغربي. هل يصمد الدفاع المغربي بهذا النقص العددي؟ مباراة ما زالت طويلة، 25 دقيقة تقريبا نهاية الماتش. عمان تهاجم من الأطراف من العمق الآن، محاولة للتسديد ولكن بعيدة. بعيدة الكرة برا اوت. كانت كرة من مصعب المعمري.
70 دقيقة اقتربت في ملعب المدينة التعليمية. 0 المغرب و0 عمان. المنتخب العماني حرك هجوميا صحيح، مش لاقي حلول امام تكتل دفاعي مغربي منظم، ولكن كل شيء ممكن في هذه المواجهة. خطيرة وكرة صعبة ومرت سلامات على الأسود وكانت قريبة من منتخب عمان. كرة ترجع لمنتخب عمان من اللاعب مصعب في وسط الملعب، يلعب الكرة الثانية الرشيدي وسط الملعب. كرة حمراء لمنتخب عمان، محاولة إيجاد الحلول. كرة خطيرة والحكم يقول لا، يطلب مخالفة. هجوم فشل ذريع من الطرفين. هو التماس لمصعب من الجانب العماني، وبسيناريو أفضل للفريق العماني اللي يلعب الكل في الكل. يحاولون المغرب يتصدى بدفاعه، والكرة ترجع من جديد. نو فاول يقول الحكم. يحيى صالح حاول يمر صالح، والكرة برا اوت. ضربة مرمى. 81 دقيقة في المباراة. انتظر يستنى يلقى البحث عن أتزارو إلى وليد، وكرة ثانية. خط المنتخب المغربي تكتيكيا واصل بامتياز ولم يهتز بل يختم المباراة. يخرج إبراهيم، يخرج المخيني إلى التماس. رمية ستعود من الجانب. حمزة المساوي، كرة تمشي بالراس خطيرة. ممتاز الدفاع العماني. مساوي عودها والركنية ترجع. مصعب الشخصي يلعب كرة في الظهر، دفاع مغطي. ترجع الكرة عن طريق مساوي والكونتر اتاك المغربي. المرتدة 2 على 2 ضد 3. حط الكرة يمشي عن طريق أزارو. وليد عرضية والدفاع ويتفادى الركنية العماني. ترجع الكرة من طويلة لمنتخب عمان. ضربة راس.